بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. هذا هو وقتهم وهذا هما التحضيرات اللي لازم نديروهم، يعني هذه الأيام اللي ينحيو علينا شوية الشقا، شوية ينقصوا علينا التعب، هكذا بان تفرغوا لقراءة القرآن. اليوم رايحين نحضروا مع بعض كمية كبيرة تاع بوراك اللي راح ونشارك معكم أوراق البوراك اللي خدمت معكم في الفيديو اللي فات. رايحين نعمروهم ونشارككم طريقة التخزين، يعني في المجمد. نزيد نطيب معكم حبات، يعني نقليهم قدام عينيكم وتشوفوا باللي يحمروا مليح في المقلة، ونفس الوقت نقسم معكم وتشوفوا تسمعوا تقرمشة. جاوني أسئلة قالوا لي باللي هذا أوراق البوراك هذو معجنين وما يجيوش كيما اللي نشريو من برا. نقول لكم بالعكس، راهم يجيو أحسن من اللي نشريو من برا. هذو اللي راكم تشوفوا أوراق البوراك اللي كنت شاركتهم معكم في الفيديو اللي فات، يعني كملتهم ونعت لكم طريقة التخزين كيفاش تخبيوهم، ومن بعد اليوم جيت نشارك معكم كيفاش نعمروهم ونخزنوهم في المجمد. درت كمية تاع لافارس، يعني لافارس راني مشاركتها معكم. هاد لافارس تاع اللحم المفروم والأرز، يعني اللحم المفروم والرز اللي طيبها ديما موجودة ديما في بيتي وعائلتي، يعني تحب هاد لافارس هذه. وفي شهر رمضان ننوع، ساعات ندير هاد لافارس هذه، ساعات ندير تاع البطاطا بالفرماج. نشارك معكم كيفاش نعمروهم وكيفاش نروليوهم، يعني قدام عينيكم باللي راهم ورق صحاح ورقاق، يترولاو بكل سهولة وما يتقطعوش معنا. مام كي نقليهم العجينة تحمر وتجي تتقرمش. نقول لكم يعني ماشي العباد كامل العائلات يديروا البوراك في رمضان. كاين اللي يديروه مرة واحدة، كاين اللي يديروه نهار بنهار، كاين اللي ما يديروهش نهائيا، والله يذوقوه مرة واحدة في رمضان. قولوا لي ليه معظم العائلات يعني والسيدات تقول لك انا ما نشريش شكارة البوراك ب10,000، هذيك اللي نشريها شكارة تاع بوراك يعني نشريها حاجة اساسية في الكوزينة، والله نشريها تجيب لي حتى 4 شكاير حليب، بالخصوص اللي عندهم عائلات كبيرة والمدخول يكون قليل. كما على بالنا كامل في هذا الوقت هذا راه غلاء المعيشة كلش غالي، يعني الانسان يركز ويبازي على المواد الاساسية والحوايج اللي ضروريين في الكوزينة. لي ماهيش يعني قادرة يعني تشري شكارة تاع البوراك، أنا جبت لك الحل وجبت لك هذا ورق البوراك هذو. تخدميهم في دارك بيدك، سهلة العجينة سهلة والطياب سهل، وفي التعمار والطياب يجيوك ما شاء الله، يجيوك أحسن من تاع برا. كما نعرفوا تاع برا يعني كي ناكلوا ونفطروا ونخلصوا تفضل لنا حبه بوراك ولا زوج ولا نحطوهم جهه، من بعد يعني كي بعد ما نغسلوا المواع نوليو ليهم نلقاوهم ولاو رطاب ولاو عجين. لكن هذه العجينه هذه انا خدمتها وطيبت معكم 3 جربتهم وحطيتهم حوالي ساعه. حبيت يعني نختبر ونشوف هذه العجينه هذه ساعه كامله، يعني من بعد باش كليناهم لقيتهم مازال يتقرمشوا. يعني الزوج الكريم كي كلاهم قال لي العجينه هذه مليحه، قال لي لا كان هذا هما ورق البوراك اللي شريت يعني كي قضينا رمضان. قلت له لا هذه العجينه خدمتها بيدي هنا في الدار، قال لي العجينه هذه راهي ما شاء الله. بعد ما كملت البنات الكميه كامل وكما كنتوا تشوفوا كميه كبيره، انا كي درت العجينه نحات لي 14 ورقه تاع بوراك. انتي تقدري تضاعفي الكميه وديري حتى 30 حبه بوراك، يعني قيس 3 شكاير اللي تشري من برا حوالي 30 نرف، يعني راح توفريهم. انا نهضر يعني على البلاد، على بلادنا في الجزائر. على ما اظن شكاره تاع بوراك دير 10,000 وفيها 10 ورق بوراك. حبيت نشارك معكم يعني طريقة التعمار باللي ما يتقطعوش هاد الورق هذو، باللي صحاح مليح وقليتهم قدام عينيكم كما راكم تشوفوا، وخرجوا محمرين، يعني العجينه تحمر في المقله وتجي مقرمشه. هنا نعطيكم البنات يعني الكميه اللي وجدت، يعني كميه حوالي تكفينا حتى باذن الله لا عشنا ما متناش حتى ل5 ايام 6 اسبوع، يعني نديروا كميه ونخزنوها هكذا لربح للوقت. وكاين حوايج اخرين نديروهم ونتفرغوا شويه للعبادات كي يعود عندنا يعني الفطور يعني من
كلش، ندخلو نديرو بوريك، نديرو شاربه، نديرو دوزيام بلاغ، كسره، حوايج اخرين. يعني ملي تدخلي دوك نهارات قصيرين، ملي تدخلي في الظهر حتى يأذن علينا المغرب، ديروا شويه هكذا حوايج المهمين. هذا هو الوقت يعني ما مزالش بزاف، يعني ما تخافيش تقولي فسدوا ولا مرضونا ولا كلش راه طايب. درت كميه ونخبيها في المجمد هكذا، يعني تربح لي الوقت. وشاركوني ارائكم في التعليقات، يعني لكان الهضره اللي راني نهضر يعني تحضيرات رمضان هذو مهمين، كاين منها ما كانش منها، عطيو لي هكذا معلومات ونشيخوا في لي كومونتير، وكل وحده من تمد رايها، ونتقبل كل التعليقات وكل كلام يعني رايحين تقولوه لي، ونرد عليكم بكل صدر رحب. هيا واللي وصلت معايا لهذا اللحظة في الفيديو في الوصفة، خلوا لي جيم، شجعوني بكثرة، خلوا لي رايكم في التعليقات. اللي شاف قناتي أول مرة نقول لكم اشتركوا باش يوصلكم كل جديد من الوصفات. كما كنت نعت لكم هذو اللي في البلاطو، هذيك حبات البوراك اللي تاع العجينة اللي خدمت معكم في الفيديو السابق، عمرتهم. دوك نعت لكم طريقه التخزين، يعني جاوني اسئله كيف نخزنوهم. شوفي اللي عند هذاك الكونجيلاتور الكبير المنفرد هذاك وحده، ديري بورتمونجي لانه فيه ليستع بزاف، ديري بورتمونجي وحطي البوراك تاعك وحده قدام اختها، ست فيهم وغطيها بيان باحكام ودخليها في الكونجيلاتور. اما اللي عندها غير الكونجيلاتور تاع الثلاجه، ديريهم بهذه الطريقه هذه، لانه ما همش رايحين يحكموا منكم البلاصه. وكما نعرفوا دوك يجي رمضان باذن الله، يعني الخير يزيد، يعني تجيب الخير تاعو. نشوفوا يعني الثلاجه تتعمر، يعني تجيبي الجلبانه، تجيبي هذيك، تجيبي هذيك، يعني ديريهم بهذه الطريقه، ما همش رايحين يحكموا منك البلاصه. كي ديريهم وحده فوق اختها، سقميهم بيان، رصيهم لبعضهم باه ما يتحلوش في هذا كيس خاص بالكونجيلاتور. ديرهم في كيس سبيسيال تاع الكونجيلاتور وسكري عليهم بهذه الطريقه هذه كيما راكم تشوفوا. تقدري زيدي ديري لهم داخل كيس اخر باش يجيوك صحاح مليح وما يتحلوش. حطهم جهه ونزيد نخبي هذو تاع اللي خدمت بورق البوراك المشريين بهذه الطريقه. انا هذو اللي مشريين قلبتهم ديريكت في الكيس تاعهم، كيس بلاستيكي. كما تقدري تحكمي كل وحده ديريها في هذوك الورق اللي يجيو بين ورق البوراك، تكبلي كل وحده وحدها ودخليهم هنا في الكيس. ولا نفس الشيء ديريهم بورتمونجي، لكن الاختيار كل وحده واش عندها في دارها. كاين اللي عندها كونجيلاتور كبير تخبي في الكونجيلاتور هذاك الكبير المنفرد وحده، واللي عندها كونجيلاتور صغيره ديرهم بهذه الطريقه وهزيهم وحطيهم على بعضهم في بلاصه وين ما يتقاسوش. ما لازمش تحطي عليهم الحوايج لانه بعد يتكونجلاو، كي تحطي عليهم اي حاجه راح يتكسروا. هنا حاولت نخلي لكم يعني تسمعوا الصوت تاع تقرميشه، يتقرمشوا ما شاء الله، يعني كيما نقولوا حنايا يتقرمشوا باللغه تاعنا. لكن الله المستعان، كان عندي الحس بزاف هنا في الكوزينه، كانوا قاعدين ويشيخوا، ما قدرتش يعني نخلي لكم الصوت. المهم ناجحين، يعني كما راكم تشوفوا العجينه باينه من عنوان. ما تنسونيش بالدعم البنات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.